كده أحسن. أهلا، ده فيديو جديد. الفيديو المرة دي مختلف عن السياق اللي أنا بعمل فيه، يعني لأن كل مرة كانت هي حاجة بتيجي في دماغي وبقى مصورها وخلاص. لكن المرة دي يعني هي برضه حاجة جت في دماغي بس من قراية الكتب وشوية مقالات كده، منهم كتاب وداخة قائد الأزهر، وكتاب مع الناس للإمام علي الطنطاوي، ومقالة كنت قريتها، واقتباس كنت قريته الدكتور عبد الوهاب المسيري على الفيسبوك مع إني مش متأكد منه. بس خلينا نبدأ بالمقالة بتاعت بالاقتباس، وأقول الجزء اللي أنا عايز أقوله من الكتابين، وبعد كده أبدأ أفسر أنا عايز أقول إيه ولا أشرح إيه. بيقول الدكتور عبد الوهاب: في المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الناس بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبيره عن الحرية الفردية، وأصبح من الممكن إغواء الإنسان الفرد وإيهامه بأن ما يرغب فيه هو قرار حر نابع من داخله، ولكنه في الحقيقة شاهد مئات الإعلانات التي ولدت الرغبة الذاتية وأوجدت عنده هذه الرغبة التلقائية. ماشي. وفي مشكلة في حاجة تانية كان بيقولها الإمام محمد جلال كشك في كتابه ودخل قال الأزهر، بيقول: فلم تكن المشكلة أبدا هو إقناعنا بأنه يمكن مسايرة عجلة الزمن مع الاحتفاظ بديننا وتقاليدنا سليمة لا تمت. إن هذه القضية لم توجد قط ولا طرحت على هذا النحو، ولا كانت مقاومة المصريين نابعة من شكهم في إمكانية الجمع بين الاثنين، وإنما أخيرا فهمنا هذه الإمكانية وأقنعنا بها بعد أن علمتنا الأيام والليالي. ولكن أين هذه المسايرة التي من حقنا؟ هل يمكن وصف أي دولة عربية بأنها قد حققت مسايرة الزمن؟ إذا كان المقصود بمسايرة الزمن شق الطرق تجري عليها الطيارات الألمانية والأمريكية، وبناء الطرق والفنادق لرجال الأعمال والسياح الغربيين، وإنشاء البرق والمطارات لتسهيل أعمال وحياة الإنسان الغربي وتابعه الشرقي، إذا كان هذا هو مسايرة الزمن، فكريستوفر هورويلت مش عارف اسمه ومدرسته على حق، فإننا سيرنا الزمن. أما أننا احتفظنا بديننا وتقاليدنا لا تمس فلا. وإن كنا نفهم عبارة مسايرة الزمن كما يجب أن تفهمها كل أمة جادة، بمعنى إنتاج ما ينتجه العصر، أي دخول عصر الصناعة والتحول من مستهلكين إلى منتجين، المساهمة في الإنتاج العالمي بصحة إنتاجية كاملة. فلا بد أن نتعرف بأننا لا نسير العصر، فنحن لا صنعنا إنتاجا ولا تثقفنا ولا تحضرنا، ولا زلنا نبرر هزيمتنا بتخلف حضاري، وما زلنا نستورد من الإبرة إلى الصاروخ، وأيضا لا حافظنا على ديننا ولا تقاليدنا. والحقيقة أن هذه القضية مسايرة العصر والاحتفاظ بالدين والتقاليد هي وحدة لا تتجزأ، ولقد أدركت النخبة منذ زمن بكر، ولو أنها لم تستطع أن تحول علمها إلى عمل لأسباب عديدة. أدركت هذه النخبة أن الحفاظ على الدين والتقاليد هو الطريق الوحيد أمام الشعوب الإسلامية لكي تحقق المجد والتحديث. وأدركت في نفس الوقت أن التمدن الذي يدعو إليه الغرب هو عملية إعادة تنظيم المجتمعات الإسلامية لكي تصبح أكثر قابلية للاستعمار الغربي وأكثر قابلية لعملية الامتصاص، لكنها بالتجريب تصبح أكثر تقبلا لإدارتها له. إذا غلى النبات وشواه اللحم إن غلي النبات وشواء اللحم يجعله أكثر تحضيرا، ولكن لمصلحة الذي يلتهم. بل إن بعض الحيوانات والطيور قد تم تطويرها، وربما على نحو كانت فائدة لهذه الحيوانات أو الطيور، ولكن المحرك والدافع والنتيجة لهذا التطور كان مصلحة المستهلك والمطور بالكسر، لا الإنسان الذي يعجز أو يصعب عليه تسخير أو الانتفاع من هذه الكائنات في حالتها الطبيعية المختلفة، ومن يسعى إلى تطويرها إلى ترقيتها وتهذيبها لكي تكون قابلة للتدجين وأقدر على خدمته وأصلح لتلبية احتياجاته. فالتغريب الذي حمله وفرضه الغرب علينا هو التطوير لمصلحة الغرب أولا وأخيرا، وليس من باب تبادل المنافع. نعم، هناك مظاهر تقدم يمكن الجدول حول هناك طرق وسبل جديدة
أسلاك حديدية وتلغراف الآن، ومطارات حتى ورادار ومحطات نووية، ولكن لكي تشحن الخدمات السريعة. والتي يعرف السمسار الأوروبي في أعماق الريف المصري أسعار القطن في بورصة ليفربول يطمئن على عملية سرقة الفلاح المصري، والآن ليبيع الآلات والمنتجات البالغة التعقيد والثمن أيضا. يعني يقول الإمام علي الطنطاوي في كتابه مع الناس في مقالة قد نشرت عام 1947 في اسمها حديث من دمشق وقد أمضت تلك السنوات في مصر، يقول: ودخلت مغدا في القاهرة أشتري منه شيئا، لهجتي الشامية ودخلت مغدا في القاهرة أشتري منه شيئا فسمع لهجتي الشامية شيخ هم كان هناك أبيض الشعر كان رأسه لحيته ثاغمة، التفت إلي قائلا: أنت من دمشق؟ قلت: نعم. فسطع وجهه ونوره وبرقت في عينيه برقة، وبدت على جبهته ظلال ذكريات حلوة، ومرت في رأسه، وأخذ بيدي هاشا لي باشا بوجهي فأقعدني معه وقال لي: أهلا بك، أهلا وسهلا، تشرفنا يا ولدي، تعال حدثني عن دمشق. فقد طال التعادي وزاد إليها اشتياقي، حدثني عن سهلها وجبلها، وعن غواطها ورويتها، عن الميزان، ألا يزال الميزان مثابة الطهر ومسوى الجبال وجنة الدنيا؟ ألا يزال السراه والتجار يصلون الصبح كل يوم ويخرجون يقضون فيه حق الناس بالتأمل كما هو في المسجد حق الله بالصلاة، فيجمع الله لهم من جنتين ويعطيهم نعم الدارين؟ ألا يزال زاخرا بالحق الأحباب وجماعة الصحاب عاكفين على ثمرات الشاي الأخضر يشرفون على قنوات وبانث وهما يخطران على عدوة الدنيا متعانقين متخاطرين، فلعل الحبيبين في غفلة الرقيب يمثلين حالة خلال الورد والفل والياسمين كزوجين في شهر العسل يظهران حينما تم ارتقاءهما الخلوة فعلقان عليهما حاجبة من ظهر المشمش والدرقان والرمان، وعلى العضوة القصوى زوجان آخران حبيبان يمضيان ينتجان ويكتسبان القبل ويديد ونورة وبردي ألا يزال يدب في قرارة الوادي على عصاه، ينظر باسما إلى بنيات ثم يلوي عن مشهد يبصره وينطلق في طريقه لا يبالي. عاف الحب ومل الغرام، علمته تجارب الحياة أن كل ما في الحياة بطل إلا بذكر الله والعمل الآخرة، كله لعب ومتاع زائل. قاسيون الجد العبقري الذي عاش 10 ملايين سنة ومن فك شابا وشيخ ابن أخيه بردي ولم يشخ، ألا يزال قاسون قاعدة ملك جبار، قاعدة رافع الرأس وممد ذراعين له من الصخر، فأحاط بها دمشق وغواطها من الربوة إلى برزة وطئا لها ركبته، فنامت المدينة كلها كما تنام الحبيبة إن أضغمها النعاس على ركبة الحبيب، واحتمت الصالحية بصدره كما يحتمي الطفل الوليد بصدر الأم والروم. والشمس ألا تزال الشمس تضحك لبردي وأبنائه وتستحتم أنوارها في مئة وتسبح أشعتها في السماء، وصدر الباز ومصطبة الإمبراطور والصوفانية والشرزوان حدثني عنهما. حدثني عن دمشق. ألا يزال الناس يعيشون في دمشق للخير والجمال؟ ألا يزال التجار يخرجون من صلاة العصر فيغلقون دكاكينهم ويمضون إلى بيوتهم إلى أولادهم وأهليهم، ثم يتعشون المغرب ويؤمون المساجد، فإذا صلت العشاء خرجوا، فمنهم من عاد إلى داره، ومنهم من ذهب إلى الدرس، ومنهم مشى إلى الدوار. قل لي: ألا يزال الدوار يجمع الأخوان المتآلفين والأحبة المتصافين، وفي كل ليلة في منزل واحد منهم ينشدون الأشعار ويسوقون النوادر ويرون المتحقات ويطلعون الكتب ويتجذبون الحديث ويأكلون ألوان الحلويات ويشربون الشاي، ثم ينصرفون إلى ديورهم وقد استمتعوا ما أوفى وما كان الاستمتاع، وترى أكثر ما يكون السرور مما غشوا قهوة ولا أموا مالها ولا جلسوا غريبا ولا أتوا محرما ولا أنفقوا في غير وجه مال. ألا تزال منازل المشايخ في دقاق النقيب وحمام أسامة والقمرية ومعاهد إرشاد ومدارس علم ودارات الملوك؟ قل لي:
من بقى من تلك الأسرة العلمية آل حمزة وآل عابدين والطنطاوي والعطار والخاني والطيبي والشاطي والأسطواني والكزبري والعامدي والمحسني والمنيبي والخطيب، ألا يزال فيهم العلماء والأعلام أن تنكب الخلف طريق السلف واستبدلوا الدنيا بالدين والمال بالعلم والمنصب بالتقوى، والعلماء ألا يزالون أعزة بالدين يعرضون عن الملوك فيسعى إلى أبوابهم الملوك، ويزهدون في الدنيا فتقبل عليهم الدنيا، ويهربون من الولايات والمناصب فتلحقهم المناصب والولايات. ألا يزال الناس يعكفون في دمشق على العلم لا يريدون به إلا الله والدار الآخرة، يسنون لذلك ركبهم ويحيون ليلهم ويقدون نهارهم، ويقنعون في أيام الطلب مما سد الرمق وحمل الجنب وستر العورة، لا يسألون عما غاب من ذلك أو حضر، وقد فكروا في غيره وأقبلوا على سواه، فكان العلم عملهم وكانت المطالعة شغلهم وكان ثواب الله مغيبتهم، قد صغرت الدنيا في أعينهم حتى إنهم لم يروها ليتكابوا عليها ويبذلوا من أجلها ويضربوا عن التعلم إن لم يصلوا إليها. ألا تزال هذه المدارس عامرة؟ يجيئها الطالب فينام في غرفها ويستمع من مشايخها ويأكل من أوفقها، ويجعل الدنيا لا دينا له وراء جدرانها العمرية والمردية والنورانية والباردية والقلبقجية ودار الحديث وجامع التوبة وباب المصلى والدقاق ومدارس الخياطين وأمثالها. ألا تزال ذاخرة بالطلاب عامرة وعاملة للإصلاح؟ ومنازل دمشق ألا تزال تلك المنازل الواسعة الصحون ذات الظل والماء والبرك والنوافر والأشجار والزهور والدواوين والمجالس والصانية والستر، فهي من خارجها حواصل تبن ومن داخلها جنات عدن، وهي مصيف ومشتى وفيها مسكن وملهى وهي دار وبستان. ألا تزال دمشق الأسرة كلها تعيش في المنزل الواحد، الجد والأب والأعمام والأولاد ونسائهم وأولادهم، ثم لا تجد خلافا ولا شقاقا ولا دثا ولا كينا، الصغير يوقر الكبير ويطيعه والكبير يرحم الصغير ويحبه، كل يؤثر عن نفسه ولا يحب لغيره إلا ما يحب لها. ألا تزال المرأة لبيتها ولزوجها، لا تقيس الطرقات ولا تقصد الأسواق ولا تعتاد منازل الخياطات، إن احتجن شيئا اشتراه لها بعلها، وإن أرادت زيارة أهلها ذهب معه، وإن اشترت ثوبا خاطته بنفسها، والحجاب سابق والشهوات مقموعة والزواج شامل، لا يبلغ الولد 20 إلا وله ولد، ولا تصل البنت 18 إلا ولها ولدان. والبوابات، هل زالت البوابات التي كانت تغلق كل ليلة بعد العشاء يصد الطرق في وجه لصوص الأموال والأعراض، فلا تفتح إلا لقاصم بيته أو ذاهب في حاجة مشروعة؟ والأحياء، ألا يزال في كل حي عقلاؤه وسادته يسعون لخيره ويعنون عاجزين ويسعدون فقيره، ويأخذون من فضل مال الغني ما يسد خلة المحتاج، وإذا رأى أحدهم غريبا في الحي سأله من هو وما يكون، فلا يدخل الحي إلا رجل شريف، وإن وجد امرأة متبرجة نصحها وجزرها وبحث عن وليها ليحميها، وإن علم بأن دار ترتكب فيها فاحشة عقد مجلسا فدعا المؤجر والمستأجر، وكانت المحاكمة التي لا تؤدي إلا منع الفاحشة في غير ظلم ولا عدوان، فكان الحي كله أسرة واحدة، وكان البلد مجموعة أسرة كلها خير فضل ونبل. ألا يزال الناس في وئام وسلام، فلا نزاع ولا خصام، يعرف كل منهم حقه فلا يطالب إلا أقل منه، ويعرف ما لا عليه فلا يقصر في أدائه، وإن اختلفوا رجعوا إلى العلم ورضوا بحكمه، إلى العالم ورضوا بحكمه، لا يعرفون المحكمة إلا إذا استحكم الخلاف، وكلما كان يستحكم الخلاف. ألا يزال القاضي الشرعي مرجع كل خصومة ومصدر كل حكم، يحكم في كل قضية بشرع الله، فلا تطول ولا تأجيل ولا مراوغين ولا محامين. ألا يزال كل من يحتاج إليه الناس يصنع في دمشق، فلا يأكلون إلا حصالات بلادهم، ولا يلبسون إلا نسيج أيديهم، ولا يتداوون إلا بعشب أرضهم، ولا يدفعون أموالهم إلى عدوهم، ولا يعنون بها أنفسهم. ألا يزالون سعداء راضيين، قد انصرف العالم لعلمه والتاجر لتجارته والطالب لدرسه، والمرأة لبيتها، لا يشغل أحدهم بغير شغله ولا يدخل فيها ما لا يعنيه، فقد تركوا السياسة نفر منهم أخلصوا لهم فأثقوا بهم ورهم أمانتهم فأطاعوهم طاعة.
طاعتهم وراءهم ألا يصرفون أموالهم ولا يشملون عدوهم ولا يضيعون مصالحهم فلم ينفسوا عليهم زعمائهم ولا ضيقوا عليهم مكانتهم. فقلت للشيخ: منذ كم فرقت من دمشق يا سيدي؟ فهذا وقال: سنة 1897. فرقتها شابا ولم أدخلها بعد ذلك أبدا. فرحمت الشيخ أن أفجعه في أحلى ذكرياته وأن أطمس في نفسه أجمل صورة حياته. فاضطررت فدعوته ولم أقل له شيء. وماذا أقول؟ أقول له إن أهل الشام قد انصرفوا عن سطر الباذ والميزان والصوفانية والشرزان وأهملوها حتى صارت مذابل، لأنهم أثروا عليها عباسية والهافانا وشهرزاد ونادي الصفا، وإنهم هاجروا منازلهم التي كانت جنات ليسكنوا كالأفرنج في طبقات كأنها سجون أو مغارات، وإن أبناء العلماء الأتقياء صاروا من الفساق الجهلاء، وإن مدارس العلم هدمت أو سرقت، وإن غرفها احتلت لتكون مساكن أو قهوات أو مخادع شهوات، وإن طلبة العلم الديني يطلبونه للمناصب والمراتب والأموال والرواتب، وإن الأسر انصدع شملها وتفرق جمعها، وإن النساء ملأن اليمن الطرقات وأممنا المخازن والسينمات، وعاشرنا الشابان في المدارس والملهيات، وإن البنات قدسن في البيوت لما آثار الشباب اللهو على الزواج والسفاح على النكاح، وأن الأحياء غلب عليها سفهاؤها وضعف فيها حكماؤها وعقلاؤها، وإن الناس اختلفوا وتنازعوا وفشى فيهم الغش والخداع، وإن المحاكم هجرت شرع الله وحكمت بقوانين فرنسا، وإن الناس تركوا أشغالهم واشتغلوا بالسياسة، وإن الزعماء طلبوا المال والجاه وأثروا مصالحهم على مصالح الناس، وإن الموظفين غلبت عليهم الرشوات والبراطيل والسرقات، وإننا تركنا مصنوعات بلادنا وكرهنا أدياءها وتعلقنا بأذناب الغربيين وأعطيناهم أموالنا، وإنه قد ارتقى الوفاق وحل الشقاق وذهب الرخاء وجاء السقط. فالرجل يختلف أبدا مع زوجته، والأب يناديه ابنه، والشريك يسلكه شريكه، وليس فينا راض ولا قانع ولا سعيد، ما فينا إلا شاك باك كاره لحياته متمني للموت. ثم إننا لم نحس أن هذا كله من لعنة هذه المدينة الغربية ومن ثمرتها المرة لا يمكن أن تثمر غيرها. ولكن لا، فإن دمشق خيرا كثيرا لا يعرف خيرها إلا من يعيش في غيرها. إن دمشق التي أسفها الشيخ لم تمت ولا تزال تتردد زمامها، فإما أن تنعشها رابطة العلماء ويمدها الإخلاص بالقوة حتى تنقذها، وإما يغلب عليها القضاء فيموت المريض تحتاج الطبيب. ولن تموت دمشق الإسلامية بحول الله أبدا. يعني أظن إن أنا مش محتاج أتكلم بعد الجزئين المقالة اللي أنا قريتها للإمام علي الطنطاوي، والجزء اللي أنا قريته لمحمد جلال كشك. أظن إن هو ده كفاية يعني. والاقتباس أو الكوت بتاع الدكتور عبد الوهاب المسيري اللي هو بيقول: في المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الناس بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبيره عن الحرية الفردية. أصبح من الممكن إغواء الإنسان الفرد وإيهامه بأن ما يرغب فيه هو قراره حر نابع من داخله، ولكنه في الحقيقة شاهد مئات الإعلانات التي ولدت له الرغبة الذاتية ووجد عنده الرغبة التلقائية. يعني أظن إن الكلام ده وافي وشافي، وبيشرح إحنا ليه أصبحنا متخلفين عن زمان جدا، وبيشرح ليه أيام زمان كانت أحلى. يعني لما تقرأ الإمام علي الطنطاوي في وصف البيت زمان كان عامل إزاي، من أول التصميم البيت ذات نفسه للناس اللي بتعيش جوه البيت، لطريقة تسهيلات الحياة اللي كانت موجودة، وإن كل واحد عارف حقوقه وواجباته وبيعمل إيه وعليه إيه. وتعرف تقرأ إن الدولة كانت بتاكل من اللي هي بتصنعه وبتعمله هي، مش بتستورده من الغرب. وما تقرأ الإمام محمد جلال كشك في كتابه ودخلت قائد الأزهر، وبيتكلمك عن إن سبب التطور هو مش اتباع الغرب في الأشياء بتاعته، في الأشياء اللي هو شاطر فيها، بل إن التطور
والتحديث مش الحداثة، مش التغريب، أو التحديث والتطوير مش التغريب كما يقول. وأخذ بمثال على ذلك اليابان، وقال إن اليابان هي مثال التحديث ولكن تخلله بعض التغريب، في أن بعضهم أصبح لا يلبس الزي الياباني التقليدي ولا يأكل الأكل الياباني التقليدي، بل أصبح يتمثل بالأمريكيين والغرب. وأخذ المثال على ذلك وتكلم في هذا الكتاب بأسلوب طويل. مش عارف أنا ليه قلبت اللغة دي، بس تمام يعني قشطة، هنقلب عامي بقى. يعني احنا ما كناش بنتكلم فصحى، بس هنقلب عامي. فلما تقرا الجماعة دول هتفهم وهتستوعب العرب كان فين. وأما تقرا الكتاب ودخلت قائد الأزهر هتفهم إن فترة حكم المماليك ودخول الأفرنج كما يسميهم، أو دخول الفرنسيين الصليبيين، عودة الحملات الصليبية إلى الشرق الأوسط، هتفهم الاحتلال. فهمت حاجات كتير جدا صراحة من الكتابين دول. وأنا لسه مخلصتش كتاب مع الناس للإمام علي الطنطاوي، يعني لسه معاه فيه شوية حلوين، ولكن خلصت كتاب ودخلت القائد الأزهر من فترة طويلة، من قريب برضه، من حوالي أسبوع. وبالمناسبة هسيب لكم المقالة بتاع الإمام علي الطنطاوي وكتاب ودخلت القائد الأزهر، وكتاب مع الناس للإمام علي الطنطاوي في اللينك تحت في الديسكريبشن، يعني لو حب فيكم حد يقراه ولا حاجة، أو أنا حبيت ضاعوا من عندي فحبيت أنزلهم بعد كده أو شيء من هذا القبيل يعني. بس يعني ده اللي كان عندي، واللي أنا عايز أقوله إن إحنا نحاول نبقى إحنا المتقدمين، نرجع تاني كما كنا في العصر العباسي أو العصر الأموي، العصر الذهبي للإسلام، عندما فتحت الأندلس وخضعت تحت راية العرب والإسلام. وخلينا نقول الإسلام والمجتمع المسلم، ونقرأ ونشوف ونتعلم في ديننا ونتعلم في تاريخنا، لأن هو ده الحاجة اللي هتدينا دفعة لقدام. وكان بيقول الأستاذ أو الدكتور محمد جلال كشك في كتابه ودخلت قائد الأزهر إن سبب عدم تطور المجتمع العربي والمسلم هو عدم معرفته بالعلوم، لا، بل إنه عنده أم الكتب والعلوم ويعلم كل العلوم، ولكنه لم يعرف كيف يطبق هذه المبادئ العلمية بطريقة عملية، وهذا ما برع فيه الغرب. عشان كده تلاقي عندهم ثورة صناعية والكلام ده كله. فبيقول لو احنا عايزين نبقى زي الغرب في التطور وفي التحدث مع الحفاظ على المبادئ والدين، فاحنا محتاجين نتعلم ازاي نحول العلم لعمل، ميبقاش علم بس. وأتمنى إن إحنا نعرف نعمل كده، وأتمنى إن أنا أقدر أوصل الصوت ده للشباب، إن هو اشتغل وما تنبهرش بالغرب. إحنا دلوقتي شايفين الغرب وازدواجية المعايير والكلام ده كله، من أول دعم لأوكرانيا اللي هي عشان ده أبيض زينا وعشان ده نفس العرق والكلام ده كله، والخذلان اللي سايبه ومحدش بيتكلم عنه في اخواتنا في فلسطين او في السودان، يعني اللي هو فين ما فيش حد بيتكلم، وان هو لا، هو احنا يعني انت ابيض زينا، انت مننا بتاع، فاحنا اللي هيجي عليك فاحنا هنديله في وشه، زي اللي عامل امريكا مع اوكرانيا وروسيا، وقف مع اوكرانيا ضد روسيا واوروبا كلها كده. لكن لو انت من الشرق الاوسط او الشرق او الحتت البعيده عننا اللي ملهاش دعوه بينا المجتمع الاستهلاكي بس، لا احنا عادي من بيتكم. وده يبين لنا في غزو العراق في 2003، في باكستان نفس الحكايه، افغانستان برضو، وعندك فلسطين، وعندك اللي بيحصل في السودان برضو، حاله كتمان والتسكت وكل ده.
والأكتر والأفظع فلسطين، لأن السودان هي الجيش بيتخانق مع الجيش والضحية والشعب. لكن في حتة فلسطين هو المقاومة بتقاوم الاحتلال بتاعها، اللي هو من حقها إنها تقاوم. لو واحد دلوقتي جه دخل عليا بيت، أنا من حق إن أنا أديله في وشه، من حق إن أنا أضربه. هو بيتهجم عليا في بيت، هو جاي عايز بيتي، مش جاي زيارة ولا جاي، لا هو جاي عايز ياخد بيتي. هو بيقول لي ده بيتي مش بيتك انت. طب ازاي بتاع؟ فمن حقي اقاوم وادافع عن نفسي. فلقيت ان المجتمع كله، العالم كله بيخزني، القانون الدولي بيخذلني، كل حاجة بتخزني. فخلاص هو انا اخد حقي بدراعي بس. ويبان ليه يعني القانون الدولي والكلام ده كله هو بيخذلهم، لان هو باختصار المسيطر على العالم مش المجتمع الإسلامي خالص. اللي مسيطر على العالم هو المجتمع الغربي اللاديني العلماني اللي فصل الدين عن الدولة. اللي هو ما ينفعش تربط الدين بالدولة، لكن عندنا هو الدين هو أساس كل حاجة. الدين هو اللي بيحثك على العمل، الدين هو اللي بيحثك على طلب العلم والعمل وترجمة العلم إلى عمل. بيحثك على إنك تعلم اللي بعدك وتعلم اللي بعدك واللي بعدك تعلم اللي بعده، وهكذا. هذه دورة. وحتى يعني من الحاجات اللي انت بتصاب عليها، اللي هو اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فتاني حاجة هو علم ينتفع به. يعني انت لو عملت علم الناس انتفعت بيه، ترجم العلم ده الى عمل، فانت هتنيك تعد حسنات الى ما دام هذا العلم ينتفع به ويتطور. وكل من وضع تطورا في هذا العلم فهو ينتفع، فهو يأخذ أجر وأنت تأخذ أجر. فاللي هو يعني فديننا بيحسنا على كده. فاحنا ليه ما نعملش كده؟ ليه تخلفنا ورحنا بعدنا عن الركاب وخلاص رجعنا ورا؟ اللي هو احنا عندنا اللي هم عندنا كل حاجة، بس لا احنا هنشتري منهم كما يقول الإمام علي الطنطاوي: بل يلبسون ثيابهم ويدفعون إليهم أموالهم ويسكنون في بيوتهم التي تبدو كالسجون. يعني لما تيجي تبص على مناطق زي اللي بتتصمم جديدة، زي مثلا وسط البلد، ولا مع ان وسط البلد مكان جميل ومتصمم كويس وكل حاجة، تبص على مثلا مدينة زي دهب، شرم، الساحل، الكلام ده كله، او تبص على المدن اللي معمولة، هتلاقي هي كوبي بيست من الغرب. نظام كومباوندات، محدش فيه عارف حد، كله بعيد عن كله، مع ان احنا ديننا مبيقولناش بكده. ولكن لما تيجي تبص على البيوت والعمارة الإسلامية القديمة، سواء في مصر القديمة أو في العمارة النجدية أو فأنت هتلاقي البيوت كما يوصفها الإمام عن الطنطاوي: من خارجها تبني ومن داخلها قصور وجنات عدن، فيها النوافير وفيها دور العبادة وفيها كل شيء. يعني وتلاقي كله. ولما تيجي تبص على الحي وتبص على وصف المدينة اللي كان بيوصفه الإمام علي الطنطاوي، هتفهم إن الناس دول كانوا فين وإحنا بقينا فين. يعني لما تيجي تقرا الإمام محمد جلال كشك أو الدكتور عبد الوهاب المسيري، هتفهم إن إحنا إزاي كنا متقدمين ومتطورين في العصور الأولى، أيام الخلفاء الأمويين وأيام العباسيين، وإزاي الخلافة الراشدة كنا متطورين فيها وإن ديننا بيحثنا على العلم والعمل، على عكس ما إحنا دلوقتي بنشتغل. هو إحنا بنستورد الحاجة من بره ونعيد تشغيلها. يعني هقولها إيه؟ هقولها إزاي؟ مش عارف أوصفها. مش اللي هو حتى إحنا بنصدر.
مش عارف، هي مش اصلا انا نسيت انا كنت عايز اوصف ايه، ومش راضية تيجي في بالي دلوقتي، ولكن لما تيجي يعني هبقى اسجلها في فيديو. كفاية لحد كده لاني انا شايف ان الفيديو طول، وكده كده هو ده من سلسلة فضفضة من غير مونتاج. فاتمنى اني قدرت اوصل الرسالة اللي كانت في بالي، و thank you for watching، او شكرا لحسن استماعكم، وسلام. وانا اسف على الانجليزي اللي في النص يعني.